يلا بينا نتعلم ازاي نعمل الفستان ده بتفاصيله. فستان بيزك في الكم هنا كسرات ونازل على واسع، هو مودست، وفي هنا اسوره برضو بكسرات. طبعا انا عاملاه من قماشه الرب الشتوي، طبعا هينزل، والقماشه الشتويه كلها نازله دلوقتي. فلو عايزين نعمل فستان مودست وواسع في فكره حلوه في الكم وشيك، تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي، قص وتقفيل. يلا بينا نبدا. طيب انا جبت 2.25 متر قماش رب، سواء صيفي سواء شتوي، هيتعمل بنفس الطريقه. عملت ايه؟ طبقت البرسل على البرسل اهو زي ما انتم شايفين كده. بعدين هطبق تاني، يعني همسك كده القماشه واطبقها تاني على نفسها. طيب هنعمل ايه بعد ما طبقنا القماش كده على نفسه؟ هبدا اخد طول الفستان بتاعي. هاخده ازاي؟ همسك المازوره واخلي الصفر تحت، واقيس من تحت لحد كتفي، من الارض لحد الكتف بتاعي. فانا طلع معايا 142، فهقف كده بالمازوره وهخلي ال 142 في طرف القماشه هنا لحد تحت. ينزل كده، انزل، هسيب 2 سنتي مسافات خياطه، وهبدا اشيل باقي القماش. يبقى ده كده كل اللي انا هحتاجه في القماش عشان اعمل الجسم الاساسي بتاع الفستان. طيب ايه هنعمل ايه؟ تعالوا بقى بصوا معايا كده. هرجع تاني فوق. طيب هندخل 8 سنتي من طرف القماشه كده، 8 سنتي، وهعمل علامه، وهاجي هنا هنزل شبر واعمل علامه واوصل ال8 بالعلامه. ال8 دول مساحه الرقبه بتاعتي، دخول الرقبه، وده الكتف بالميل بتاعه لان احنا بنعمل فستان كيمونو. هقيس على الكتف ده بقى 12 سنتي واعمل نقطه، وهكمل بقى خطوات الرسمه. هنعمل ايه؟ هنزل من رقبتي لتحت 30 ثابت مع اي جسم، وهاخد وسع الصدر بتاعي. لو انا وزني لحد 65 كيلو خدوا لي مسافه 30 سنتي، خدوا لي مسافه 30 سنتي. لو انا وزني لحد 80 90 كيلو خدي مساحه القماش كله، مساحه القماش كله. وهتروحي موصله للنقطه دي خط مايل بخط الكتف ال 12 سنتي اللي اتفقنا عليهم اهو. انا هوصل خط مايل. بعد كده هبدا انزل بالمسطره. بصوا بقى هحط المسطره ازاي. هحط المسطره كده، يعني هوصل بقى المساحه بتاعتي دي على واسع، على مفيش، عشان اخد اوسع حاجه في القماشه اهو كده. نوصل على مفيش، يبقى نزلنا 30، اخدت وسع 30 لو انا وزني لحد 65 كيلو. لو انا فوق ال 65 اخد وسع القماش كله، وهيبقى طبعا خط القماش بتاعي هو الخط ده. الفكره كلها ان انا هوصل على ال 12 سنتي، عشان لو شفتوا في صوره الفستان هتلاقوا فيه كده خط الباط خط مستقيم، والكم فيه كشكشه والكلام ده، وهوريه لكم دلوقتي. فبصوا بقى هقص ازاي. هاخد الرقبه، طبعا هسيب 1 سنتي مسافه خياطه، وهاخد الكتف اهو. بصوا اوصل لحد علامه ال 12، واسيب سنتي مسافه خياطه على المايل اهو، شايفين كده. بعد كده هقص على الواسع لحد نهايه القماش بتاعي. انا هنا بفتح طبعا عشان كان في عندي طبقه متنيه، فهفتح كده، افتح القماش بتاعي اهو. بقى ده شكل كده الفستان، او شكل البيزك بتاعي. ده الجزء الميل بتاع الكم اللي هيتحط فيه كشكشه دلوقتي، وده الكم التاني. الفكره كلها ان انا هاخد رقبه واحده اعمقها اخليها امام. لو ركزتوا هتلاقوا الكمين قد بعض، الرقبتين قد بعض. فهعمل ايه؟ هطبق كده، هاخد طبقه واحده يعني هبعد اللي تحت، وهنزل 8 سنتي من رقبه الخلف واعمل رقبه امام. والرقبه دي هتبقى واسعه وكفايه ان هي تدخل لي الراس بتاعي اهي. بصوا كده نقرب على الرسمه بتاعت دوران الرقبه كده تمام كده. انا خليت واحده امام واحده خلف، ارجعهم تاني. القماشه كانت وش في وش، يعني القماشه كانت جاهزه على الخياطه. بصوا هنرجع تاني كده، الترابيزه من فوق كلها باينه اهو كده. الكتفين هنا على بعض، والكتفين هنا على بعض،
ودي المكان اللي هيدخل فيه اللي هنحط فيه الكم، وده المكان التاني اللي هحط برضو فيه الكم. كده احنا شايفين الرسمه عامله ازاي. فانا هخيط ايه على المكنه؟ هقفل الكتف على سنتي، والكتف ده على سنتي، وهقفل الجنب ده على سنتي، والجنب التاني على سنتي، وهوريكم دلوقتي ازاي نقص الكم بتاع البيزك او الفستان ده. كده انا استهلكت بالظبط متر 45 سنتي من المترين وربع اللي انا اتفقت عليكم معاهم، لان انا عارفه ان انا هاخد متر ونص للبيزك وهاخد متر الا ربع للكم، فالمتر الا ربع اللي اتبقى لي ده هعمل بيه الكم بتاعي. بصوا بقى هو على تطبيقته اهو زي ما هو، وانا لسه حاطه لكم البيزك زي ما هو على الترابيزه، علشان الميله دي هي ميله الكم بتاعي، الكم الواسع اللي في الصوره. فهعمل ايه؟ الكم زي ما انتم شفتوا كان فيه كشكشه، شايفين كده الفتحه المايله هي دي كانت الكم بتاعي. هحط المتني بتاع القماشه بالظبط هنا جنب الجزء ده على نفس الميله، يعني شايفين ميله الكتف؟ هحط القماشه كده على نفس الميله، اميل دي، نميل القماشه دي واجيب الكم كده خط الكتف يبقى ماشي معايا على نفس الميله اهو بالشكل ده. وهاخد ميله القماشه، يعني هناخد الميله بتاعت القماشه تبقى كده. عشان انا المفروض الكم لما يتخيط يبقى ماشي مع الجسم، شايفين كده اهو. طبعا انا كم فتحه الايد لحد هنا او فتحه الدراع لحد هنا، الزياده دي هي اللي هتتكشكش وتثبت فالكم يطلع معانا فيه كشكشه. يبقى لي ان انا اخد بقى طول الكم بتاعي، احنا طول الكم بتاعنا بيكون 60، فخليني اقيس من الراس هنا لحد تحت 60 سنتي اهو، وهبدا اقص خط يكون عمودي، يعني يكون ماشيين كده بشكل عمودي. همشي مسافه قد ايه؟ همشي مسافه 18 سنتي عشان عايزه برضو الكم من هنا يبقى فيه كشكشه، وهبدا اخد خط مستقيم لحد زاويه الكم الواسع بتاعه. فكده الكم هيتكشكش قبل ما يتثبت هنا، وهنا هيتكشكش، والحته اللي اتبقت دي هعمل بيها الاسوره بتاعت الايد. الاسوره هعملها طبعا مقفوله، فانا عندي طبقتين قماش اهو، كل واحده فيهم هتطلع لي اسوره، هطبقها واخد عرض الاسوره اللي انا عايزاه، وهبدا اقص على قد ايدي بالظبط. يعني كده كده القماشه دي فيها لكره، فانا هاخد دوران الجزء ده طلع معايا 17، والقماشه متنيه على 2، فهطبق المزور على 2 وهحطها كده. فده كده عرض الاسوره بتاعتي، هسيب سنتي خياطه واقص الباقي اهو كده. انا طلع معايا اسورتين، دي اسوره ودي اسوره، ودول كمين برضو اهو، كم هيتحط يمين. نفرد بقى دي كده، خلينا نحط دي بالشكل ده عشان نشوف شكل بقى البيزك عامل ازاي. ده شكل الكم بتاعي، ده هيتكشكش هنا، ودي هتتكشكش برضو، يبقى الاسوره بتاعتها اهي. وده هيتكشكش هنا اهو، ودي الاسوره بتاعته اهي، ده هتتكشكش وتتحط في الاسوره. المفروض ده شكل البيزك اللي احنا بنعمله سوا. احنا كده هنبدا خياطه عشان نجمع كل القطع دي مع بعض. هنخيط ازاي؟ الحته اللي متبقيه دي هحاول اطلع منها حزام، او ان انا احط استك بقى في الوسط هنا، او احط حزام في الجنبين، لسه مش عارفه هنعمل ايه. بس احنا هنقفل كتفين وهنقفل جنبين على 1 سنتي كده. هبدا اكشكش الكم عشان اثبته هنا، هكشكش الكم عشان اثبته هنا، هكشكش دي واحط الاسوره، نكشكش هنا ونحط الاسوره، وكده يبقى البيزك بتاعي خلص. طبعا انا همشي معاكم خطوه خطوه على المكنه، فيلا بينا نقفل. طيب انا قفلت الكتفين اهو وقفلت الجنبين. المفروض ده الكم اللي انا هعمل فيه كسرات زي ده كده
قبل ما اخيطه، ومن تحت برضو في نهايه الكم هعمل كسرات قبل ما احط الاسوره. فتعالوا اوريكم بقى عملت الكسرات ازاي. بدات بمنتصف الكم كده، رحت واخده المنتصف ده وعاملاه كسره كده، وهبدا بقى امشي كسرات منتظمه، كل 2 سنتي اعمل كسره واحط دبوس، كل 2 سنتي اعمل كسره واحط دبوس، وهكذا لحد ما في الاخر يبقى الكم ده زي ده كده صغير. وهاجي تحت هنا برضو هبدا اعمل كسرات عشان يبقى برضو زي ده. يعني انا عايزه في النهايه الكمين يتكسروا من هنا ويتكسروا من هنا لحد ما تبقى الكسرات قد مساحه الكم، ولحد ما تبقى الكسرات اللي تحت برضو قد مساحه الاسوره بتاعتي. تعالوا اوريكم بقى هنخيطها ازاي على المكنه. اول خطوه هقفل الخط الجنب بتاع الكم، احنا طبعا كسرنا تحت وكسرنا فوق، الجنب ده مفتوح، فاول خطوه هقفله على مسافه سنتي الخياطه. بعد كده هجيب الجسم بتاعي واجيب الكم واقلب الكم، يعني اخلي وش الكم هو اللي بره كده. اما الجسم زي ما انتم شايفين اهو مقلوب. وهعمل ايه؟ اجيب خياطة الكم اهي، خط الخياطة، وادخل الكم جوه، الكم كله جوه، واجيب خط الخياطة احطه على خياطة الجنب اهي بالظبط، ونبدأ نثبت الكم في الجسم على 1 سنتي، لان دي لكرة ولكرتها حلوة. فبصوا هحط الطبقتين على بعض اهو، حطيت راس الكم على راس الكم، وادي الكم مظبوط اهو وش في وش من جوه. نظبط كل حاجة ونبدأ نخيط على 1 سنتي. اهم حاجة نركز ان الكمين يكونوا نفس اتجاه الكسرات، يعني لو الكسرة باصة لتحت في الكم اليمين لازم تكون باصة لتحت في الكم الشمال، عشان بس يبقى الشكل بتاع الكمين منتظم كده. انا حطيت الكم معدول جوه الجسم مقلوب، يعني الجسم نفسه مقلوب، اما الكم كان معدول. وحطيت خياطة الكم، خط الخياطة اللي تحت مع خط الخياطة بتاع الجنب بتاع البيزك اهو. طبعا لو انتي رفيعة ممكن برضه بدل ما عرض الكتف بتاعي 12 سنتي اللي احنا عملناه ممكن نخليه 11، بس انا عاملاه 12 انه الكم كده كده في البيزك ده بيبقى كمه ساقط. احنا لو عايزين نرفعه ده هتبقى حاجة اختيارية. هشيل كده الدبابيس، عايزه اوريكم شكل الكم من جوه في التثبيت عامل ازاي. لو عايزه تعملي الكسرات دي على المكنه الاول، يعني تكسريها على المكنه بدل الدبابيس قبل ما تثبتي برضو ماشي. وعايزه اوريكم الشكل من جوه بتاع الكم شكله عامل ازاي اهو، كسرات اهي، وادي الكم بتاعي. طيب هيبقى لي الاسوره. الاسوره زي ما احنا شايفين برضو عاملين الكسرات بتاعتها. هبدا اجيب الاسوره الاساسيه اللي احنا قصيناها اهي. اول خطوه هحطها كده بالطول، وهقفل الاسوره بتاعتي. بعد كده اروح مطبقه الاسوره كده على 2 اهو، واروح جايباها ومدخلاها جوه الكم، واجيب خياطه الجنب على خياطه الاسوره برضو اهي، خياطه جنب الكم على خياطه الاسوره، هحطهم على بعض كده ونثبت على 1 سنتي زي ما اتفقنا. احنا هنا الكم ده بيتمط، فسهل قوي ان احنا نشده ونظبطه على الكسرات بتاعه الكم الاساسي. برضو اراعي كسرات الاسوره اللي تحت تبقى ماشيه مع الكم اللي فوق، يعني لو فوق كسراتي ماشيه يمين تحت اعملها برضو في الاسوره كسرات ماشيه يمين، عشان الكم يطلع منتظم مع الاسوره من تحت.
هنقفل كل خياطاتنا على 1 سنتي اهو. نشيل بقى الدبابيس. عايزه اوريكم برضو شكل الاسوره بعد ما ثبتناها في الكم عامله ازاي. شايفين كده شكلها حلو جدا اهي. ودي شكل الكم ودي شكل الاسوره مع البيزك. هثبت الكم التاني والبس لكم بقى الفستان واوريكم شكله النهائي عامل ازاي.